السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين إيه يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير. خلاص بنوصل لآخر محطة لينا في المادة بتاعتنا البرمجة وعلوم الذكاء الاصطناعي لأولى ثانوي بكالوريا وعام. هنكمل إن شاء الله النهاردة المنهج بتاعنا وهنبتدي بالوحدة التانية اللي هي البيانات الشخصية. يعني إيه بقى بيانات شخصية؟ قال لك البيانات الشخصية ديت هي كل بيان يعني بيانات، تمام؟ أو معلومة تتعلق بشخص طبيعي محدد. هنا بقى نركز. إحنا قُلنا إن البيانات ديّة هي المادة الخام بتاعتي، أو هي الحقائق، تمام، اللي هي نصوص، صور، فيديوهات، وكل الكلام ده كله، والمعلومة قُلنا هي البيانات اللي أنا عملت لها عملية معالجة عشان آخد منها قرار. قال لك بقى سواء أنا باتكلم على بيانات أو باتكلم على معلومة، لازم إن هي تتعلق بشخص طبيعي محدد. يعني إيه؟ قال لك شخص طبيعي يعني شخص عاقل، تمام، محدد يعني أنا باحدد الشخص دوّة، يا باحدده بطريقة مباشرة يا غير مباشرة. بمعنى أنا مثلًا دلوقتي عايز بيانات من شخص اسمه إبراهيم، يا هاقول إبراهيم ماشي، يا هالمّح على إبراهيم. تاني، يبقى أنا دلوقتي البيانات الشخصية البيانات الشخصية بتاعتي قُلنا ديّة بيان بيتعلق بشخص طبيعي محدد، ممكن أخلّيه بشكل مباشر أو بشكل غير إيه، غير مباشر. أنواع البيانات عندي بيانات أساسية، عندي رموز وأرقام هوية، وعندي البيانات الشخصية الحساسة. تاني، قال لك أنواع البيانات بتتقسم عندي ل3 أنواع، بيانات أساسية ورموز أو أرقام شخصية أو بيانات شخصية حساسة. قال لك البيانات الأساسية ديّة هي البيانات الموجودة عندك في البطاقة بتاعتك، اسمك، عنوانك، تاريخ الميلاد، والنوع. والرموز والأرقام الهوية الشخصية بقى ديّة أي أرقام بتبقى موجودة سواء في جواز السفر أو الرقم القومي أو رخصة القيادة. قال لك بقى في حاجة عايزك تركّز فيها كويس جدًا، هنا في الرموز والأرقام الهوية الشخصية هتتلخبط بينها وبين البيانات الأساسية. إزاي؟ هتقول لي يا هندسة ما هو تاريخ الميلاد عبارة عن أرقام، تمام، وأنت قُلت لي إن الرموز والأرقام الهوية الشخصية لازم تكون فيها أرقام. لأ ركّز بقى، لمّا باجيب لك مثلًا تاريخ ميلاد، لو قُلت لك مثلًا 2/2026، هنا الأرقام ديّة أنا بافصل ما بين رقم ورقم، أنا بافصل اليوم عن السنة عن الشهر بتاعي. أمّا لمّا باتكلم على أرقام موجودة في جواز سفر أو رقم قومي أو رخصة قيادة، مثلًا لو أنا قُلت لك 0 12 مثلًا 0 4 5 وهكذا، كده الأرقام إيه، الأرقام ورا بعض، تمام، فأنت الرقم القومي بتاعك رخصة القيادة، جواز السفر اللي هو بينوب عن الرقم القومي، كل دوّة اسمها رموز وأرقام هوية شخصية. تالت نوع عندي بقى اللي هي البيانات الشخصية الحساسة. يعني إيه بيانات شخصية حساسة؟ قال لك ديّة حاجات، تمام، تخصك أنت بس، وأنت بس اللي تعرفها، وما تورّيهاش لحد، وما تخلّيش حد يعرفها عنك. زي إيه؟ قال لك ديّة معلومات تحتاج إلى عناية خاصة حتى لا تؤدي إلى ضرر. زي إيه؟ قال لك والله العرق بتاعي، تمام، العرق ومش العرق، الديانة، هو اللي قدّامي ما لوش دعوة أنا مسيحي والّا مسلم، طبعًا كلنا إخوات وعايشين في أرض واحدة. وبمناسبة يعني المحاضرة النهارده ناس أهو يوم 7/1، يعني إخواتنا المسيحيين عندهم عيد النهارده، فطبعًا كل سنة وهُم طيبين وإن شاء الله يبقى عيد عليهم إن شاء الله. كويس. وعندك الآراء السياسية، هل أنت مع الحكومة، ضد الحكومة، رأيك إيه؟ ما لناش دعوة بالحاجات دي كلها، كل واحد حُر برأيه، لإن أنت لو ممكن تعبّر عن رأيك في السياسة لو أنت مثلًا ضد الحكومة، فكده ده هيعرّضك ل أمور سياسية وتحقيقات. قال لك السجل الجنائي دوّة اللي بيبقى فيه كل حاجة عنك، هل أنت بقى عملت جريمة اقتصادية، مش عملت جريمة مثلًا في شغلك وكده. بعد كده عندك هنا الحالة الاقتصادية، ماشي، أنت بقى مرتاح ماديًا والّا لأ، تمام. يبقى تاني، البيانات الشخصية الحساسة دي معلومات بتحتاج إلى عناية خاصة حتى لا تؤدي ضرر. زي إيه؟ قال لك العرق، الديانة، الآراء السياسية،
السجل الجنائي والحالة الإقصائية. جه بعد كده بقى قانون الحماية الشخصية. أنا مثلًا دلوقتي خلاص قُلنا إن البيانات الشخصية هي أي بيانات أو أي معلومة ممكن إن هي تبقى متعلقة بالشخص الطبيعي بتاعي، وأنا ممكن أحدده يا بشكل مباشر يا بشكل غير مباشر. وقُلنا خلاص إن أنواع البيانات بيانات أساسية اللي هو الاسم والعنوان وتاريخ الميلاد والنوع، تمام. الرموز والأرقام الهوية الشخصية، الأرقام الموجودة على جواز السفر أو الرقم القومي أو رخصة القيادة. وقُلنا البيانات الشخصية الحساسة ديّة معلومات ما حدش يعرفها عنك، عشان ممكن تؤدي إلى ضرر. زي إيه؟ قال لك زي العرق، الديانة، الآراء الشخصية، السياسة، السجل الجنائي والحالة الاقتصادية. أنا دلوقتي بقى أنواع البيانات دي كلها هل ليها قانون والّا ما لهاش قانون؟ قال لك لأ طبعًا ليها قانون، أي حاجة في البلد ليها قانون. قانونها اللي هو قانون الحماية الشخصية. ده بيعمل إيه بقى قانون الحماية الشخصية دوّة؟ قال لك ده قانون يحدد القواعد الأساسية عشان تجمع بياناتك أو تعمل معالجة للبيانات الشخصية أو تخزّن بيانات شخصية أو تعمل نقل للبيانات الشخصية. بمعنى أنت مثلًا دلوقتي أنا هاضطر إن أنا أدّي معلوماتي لشخص ما، هادّي له اسمي، هادّي له عنواني، تاريخ ميلادي، الأرقام بتاعتي مثلًا الرقم القومي والجواز السفر ورخصة القيادة والحاجات دي كلّها. هنا بقى في قانون يحميني، بيقول لك نص القانون بيقول لك إيه بقى، لا يجوز جمع أو معالجة بيانات أو مشاركة بيانات شخصية إلا بتصريح، دي هتبقى من صاحب البيانات. يعني أنت عايز تاخد بياناتي لازم ترجعني أنا الأول وأدّي لك التصريح وأمضي عليه، أمضي لك تصريح اللي أنا موافق اللي أنت تاخد بياناتي تعمل لها عملية مشاركة. وهنا ممكن بقى أوافق بحالة واحدة، أنت محتاج حاجتي علشان هي طبقًا للقانون. يعني إيه طبقًا للقانون؟ مش فاهم يا هندسة. أقول لك ما هو أنا عندي حالات التي يجوز ليها توفير المعلومات الشخصية دون الحصول على موافقة الفرد. قال لك عندما يكون المستند للقوانين واللوائح. بمعنى قال لك مثلًا والله دلوقتي أنت مدير شركة، الموظف بتاعك جاي له ترقية، والموظف دوّة النهارده ما جاش، والوزارة عايزة منك بياناتك، قصدي بيانات الموظف. فأنت هنا كمدير شركة من حقك تطلّع بياناته من غير ما تتصل بيه. ليه؟ ما هو أنت اللي بتحميه، فده عادي. قال لك عندما يكون لازمًا لحماية الأمن القومي أو المصلحة العامة. واحد متهم بجريمة قتل وهو براءة، هو ما عملش حاجة، ساعتها لازم أطلّع بياناته، لإن أنا كده هاحميه من الأمن القومي أو المصلحة العامة. عندما يكون ضروري لحماية شخصه وممتلكاته. واحد مثلًا دلوقتي عنده قطعة أرض، جه واحد عايز ياخدها وضع يد، فلازم أطلّع معلوماته وأطلّع بيانات الشخص دوّة، رقم تليفونه وساكن فين واسمه، عشان ييجي الحكومة تجيبه، تمام، وتثبت إن ديّة أرضه. شكل الامتحان ييجي لك إزاي في الفصل دوّة، يجيب لك حاجات كلّها اختيارات. يعني مثلًا يقول لك يعتبر الأرقام الموجودة في جوازات السفر بيانات أساسية والّا رموز وأرقام هوية شخصية والّا بيانات شخصية حساسة والّا جميع ما سبق؟ طبعًا هتبقى إيه، رموز وأرقام هوية شخصية، تمام. هنا يقول لك صح وغلط. لا يجوز توفير المعلومات الشخصية المتعلقة لحماية الأمن القومي أو المصلحة العامة إلا بعد موافقة الفرد. طبعًا الإجابة غلط. هنا دي حالات، الحالات ديّة قانوني أطبّقها. أنت بقى موافق عليها والّا مش موافق عليها غصبٍ عنك هتطبّقها، لإن هي قوانين ونصوص قانونية، والنصوص القانونية متعارف عليها بالدستور المصري. قال لك بقى عندك 3 أنواع للحماية الخصوصية وحق الصورة. قال لك أول حاجة الحق في الخصوصية، أنا كمواطن، أنا كواحد، تمام، أو أنا كأدهم، وأنت كطالب ليك حق في خصوصيتك. ما ليش دعوة أنت ديانتك إيه، ما ليش دعوة أنت ساكن فين، تمام. أنا كأدهم ما لكش دعوة أنا شغال شغل تاني والّا لأ، باقبض كام، تمام، بادّي الكورس بكام، دي خصوصية ليّا أنا.
حق الصورة، تمام؟ مش من حق أي حد يصورني إلا لو أنا قلت له صورني، تمام؟ دي صورتي، تمام؟ أنا مش ضامن أنت لما تاخد صورة ليا أنت هتعمل فيها إيه، ولا هتنشرها فين، ولا ممكن تنزل الصورة وتقول كلام أنا ما قلتهوش، فكده هتعمل انتحال شخصية. قال لك بعد كده حقوق الدعاية. أنا دلوقتي عايز أعمل دعاية لكورس معين أنا باعمله، أو حصة أنا نزلتها عايز أعمل لها عملية دعاية. إيه الحق بتاعي اللي يثبت لي بعد كده إن المحاضرة اللي أنا نزلتها أو الكورس اللي أنا نزلته هو بتاعي وما حدش هياخده مني، تمام؟ يبقى كده عرفنا إن البيانات الشخصية دي بيانات متعلقة بشخص محدد، ممكن أحدده مباشر أو غير مباشر. قلنا أنواع البيانات 3: بيانات أساسية، رموز أو أرقام هوية شخصية، وبيانات شخصية حساسة. وقلنا بعد كده أنت عندك هنا إن البيانات الأساسية اسم، عنوان، تاريخ ميلاد، نوع. رموز أو أرقام هوية دي الأرقام الموجودة في جوازات السفر أو رقم القامة أو رخصة القيادة. والبيانات الشخصية الحساسة ديّة معلومات أنت محتاجها عشان ما تؤديش ليك لأي ضرر، زي العرق والديانة والآراء السياسية والسجل الجنائي والحالة الاقتصادية. قانون الحماية الشخصية ده قانون بيحدد القواعد الأساسية عشان أعمل جمع أو معالجة أو تخزين أو نقل لأي بيانات شخصية. نص القانون بيقول لك إيه بقى؟ ده نص القانون بتاع قانون الحماية الشخصية، إنه لا يجوز جمع أو معالجة بيانات أو مشاركة بيانات شخصية إلا بتصريح من بيانات أو صاحب البيانات. حقوق الملكية بقى، أنا مثلا دلوقتي عملت منتج معين، تمام؟ أو أنا بعمل كورس معين، فقال لك حقوق الملكية عندي بتتقسم لحاجتين: عندك حقوق ملكية صناعية، عندك حقوق ملكية فكرية. الحقوق الملكية الصناعية ديّة حقوق بتحمي الابتكارات والإبداعات المتعلقة عندي من النشاط الصناعي والتجاري. أي حاجة ليها علاقة بالصناعة أو بالتجارة، ماشي، دي حقوق ملكية صناعية. الابتكارات إن أنت بتبتكر حاجة أو بتجدد من حاجة تعمل لها update. وخلّي بالك إن الابتكارات غير الاختراع، الاختراع أنا باعمل حاجة ما كانتش موجودة قبل كده خالص، تمام؟ أمّا ال الابتكار اللي أنا في حاجة موجودة بس أنا باعمل لها عملية update، تمام؟ فالحقوق الملكية الصناعية دي حقوق، ماشي، ليها علاقة بالصناعة، ليها علاقة بالتجارة. بتشمل إيه بقى؟ قال لك بتشمل الاختراعات، الرسوم. الرسوم هنا الرسم دوّة اللي هو رسم الهندسة، شكل الموقع عامل إزاي، قصدي شكل المنتج بتاعي عامل إزاي. النماذج الصناعية والعلامة التجارية اللي هو الlogo، ماشي. العلامة التجارية دي مهمة جدًا، جدًا، جدًا. العلامة التجارية ديّة كل شركة ليها علامة خاصة بيها. يعني مثلًا العلامة التجارية بتاعة شركة وي غير فودافون غير أورنج. العلامة التجارية أنا لمّا باشوفها أعرف الشركة ديّة بتتكلم على إيه. يعني إحنا كلنا لمّا نيجي نشوف التفاحة المقطوم منها نعرف إن هي شركة أبل، تمام. نشوف اللوجو بتاع فودافون نعرف إن ده شركة فودافون، تمام. فأنت عندك هنا ال4 حاجات دول مهمين جدًا، هم دول الحاجات اللي أنا باحميها عندي في الملكية الصناعية، سواء كانت اختراعات، رسم الصناعي، النموذج الصناعي، العلامة التجارية. هنا بقى الشخص اللي بيعمل أي حاجة متعلقة عندي من النشاط الصناعي أو النشاط التجاري لازم أحميه. قال لك الحماية من المنافسة غير شرعية، ما هو أكيد أنا صاحب شركة أو صاحب مصنع ليّا منافسين، ماشي. شركة أبل المنافس بتاعها شركة سامسونج، فلازم هنا سامسونج عايزة تحمي حاجتها وأبل عايزة تحمي حاجتها، فديّة الحماية من المنافسة الغير شرعية. ما هو ممكن شركة سامسونج تحط واحد يشتغل في شركة أبل، هو عبارة عن عصفورة، بياخد الحاجة من شركة أبل يوديها لسامسونج. فأنت بقى عشان تحمي حاجتك ديّة لازم تعمل لها تسجيل لدى الجهة المختصة، سجل ضريبي، سجل ضريبي أو سجل تجاري. تاني حاجة عندك بقى الحقوق الملكية الفكرية، ديّة بقى لو أنت بقى بتتكلم بقى على بقى الحاجات العلمية، الحاجات الأدبية، الفنية، قال لك ديّة حقوق تحمي الإبداع الفكري والبشري، سواء بقى كان في المجالات الأدبية أو الفنية أو العلمية أو التجارية.
ودي بتشمل بقى حقوق المؤلف وحقوق المجاورة. يعني إيه بقى حقوق المؤلف؟ قال لك مثلًا حقوق المؤلف زي أنا كده لمّا باعمل لك المذكرة. الحقوق المجاورة ديّة الناس اللي بيبقى معاها حاجتي، زي مثلًا المطبعة معاها المذكرة بتاعتي. ما ينفعش المطبعة تطلّع مذكرتي إلا بإذن مني، ولو طلعتها بأي حد تمام، غير ما أنا باعرف أعمل لها محضر وآخد منها تعويض. حقوق الملكية الصناعية زي براءة الاختراع، اللي أنا عملت منتج وخلاص أثبتّه إن أنا الوحيد اللي عملت المنتج دوّة. العلامة التجارية والرسم الصناعي اللي هو شكل المنتج بتاعي. مبدأ الشكلية بقى ده مهم جدًا، قال لك ده التسجيل لدى الجهة المختصة. ما أنا قُلت لك هنا أنا علشان أحمي نفسي من المنافسة الغير شرعية لازم أسجّلها لجهة مختصة. فمبدأ الشكلية دوّة الجهة المختصة لأي براءة اختراع في مصر اسمه مكتب البراءات الاختراع المصري. المكتب دوّة بتروحه يبقى معاك الاختراع بتاعك، تقول له والله أنا عملت حاجة وعايز إيه أسجّلها، فييجي يعمل لها عملية فحص وتحليل بيانات، لو فعلًا لقاها إن هي مش موجودة قبل كده يدّي لك براءة اختراع، فتتمتع بالحقوق القانونية. تمام، يبقى أنت أي حد بيعمل لك أي حاجة، حاول يسرقك، حاول ياخد فلوس منك، تروح تاخد حقك بالقانون. أنواع بقى الحقوق الملكية الصناعية، عندك براءة اختراع، حقوق نموذج المنفعة، الرسوم والنماذج الصناعية، حقوق العلامة التجارية. براءة الاختراع دوّة ده بيحمي الاختراعات التقنية الجديدة القابلة للتطبيق الصناعي. بمعنى أنا عندي آلة مثلًا بتنتج 100 وحدة في الساعة، رُحت أنا عملت لها حاجة تبع البرمجة أخلّيها تنتج ماشي مليون منتج في الساعة، فكده اختراع تقني. يعني إيه تقني؟ يعني فيها تكنولوجيا شوية. مدة الحماية بتبقى 20 سنة من تاريخ التقديم، يعني أنا لو أنا عملتها يوم 1/1/2026 بعد 20 سنة من تاريخ التقديم الحماية دي تخلص، وطول حفظ، وييجوا في الامتحان اختيارات، ييجوا لك في الامتحان اختيارات تحفظ كل حاجة ماشي بتدّيها كام سنة. هو النموذج المنفعة دوّة بيحمي حلول تقنية بسيطة أو تحسينات عملية جديدة قابلة للتطبيق الصناعي. دي بقى هي نفس براءة الاختراع بس أقل منها. تمام؟ تاريخ بقى الحماية بيدّي لك 7 سنين حماية من تاريخ التقديم. طب الرسوم والنماذج الصناعية دي بقى بتحمي شكل الاختراع بتاعك. تمام؟ الاختراع بتاعك ليه شكل معين أنا باحميه. تمام؟ باحمي الشكل، ما حدش يقلد الشكل دوّة. مدة الحماية بتبقى 10 سنين، بعد ال10 سنين بتجددها مرة واحدة كل 5 سنوات. يعني أنا دلوقتي عملت حاجة في 2026 20 36 تخلص، من أول 2036 أجددها كل 5 سنين. تمام؟ حقوق العلامة التجارية بقى، العلامة التجارية ديّة عبارة عن إيه؟ قال لك هي إشارة يمكن إدراكها بالبصر وتستخدم لتمييز المنتج، لأن كل منتج ليه علامة تجارية معينة، كل واحد ليه اللوجو بتاعه. ديّة بتبقى 10 سنين من تاريخ التسجيل. يبقى خلّي بالك براءة الاختراع 20 سنة من تاريخ التقديم. حقوق نموذج المنفعة 7 سنوات من تاريخ التقديم. الرموز والنماذج الصناعية 10 سنين تمام، وتُجدد مرة واحدة كل 5 سنوات. حقوق العلامة التجارية 10 سنين من تاريخ التسجيل. كده إحنا خلّصنا الوحدة التانية كلّها من المنهج بتاعنا، كده مش قدّامنا غير وحدة واحدة اللي هي الأجزاء الرياضية. شكرًا جدًا ليكم، يا رب تكون المحاضرة عجبتكم وفهمتوا منها، وبالتوفيق ليكم أبطال أولى بكالوريا وأولى عام.